السلام عليكم ومرحبا بكم يا احلى متتبعين قناه يوميات الياس وريتا. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم فيديو مختلف. قلت انا نشارك معاكم. شفت بزاف ديال القنوات دايرين هاد الترند ديال الكحل ديالنا المغربي بهاد يعني الطريقه ديالو بالمكيحله بالمرود كي كنقولوا ليه. وقلت انايا نشارك معاكم. المهم شفت بزاف د القنوات كبار، يعني قنوات صغار دايرينه، وقلت انا علاش لا انا نشارك معاكم هاد الكحل اللي انايا عندي هنايا. هاد الكحل هذا كحل بلدي، وفيه انواع. وقبل ما نبدا بغيت نشارك معكم هاد المكيحله، وكل وحده فيكم تخلي لي الاسم ديالها في المنطقه ديالهم. وبطبيعه الحال العود اللي كنكحلوا به حنا كنقولوا ليه المرود. هذا هو الكحل اللي انايا كنشريه من منطقه ديال تينغير، من نواحي ديال تينغير. واحد السيده جارتي هنايا حدايا كتجيبو دائما، كنوصيها عليه وكتجيبو ليا. خليته كيف ما هي كتجيبو. انا الكحل ما نقدرش ناخذه من عند شي حد صراحه، ما كنعرفوش وما كنثقش فيه، حقاش الكحل يعني شي حاجه اللي يعني خاصك تكوني متاكده منها. وهذا بطبيعه الحال شاركت معكم هذا الورد البلدي. الورد يعني كتباع عند العطار، حتى هو كيعطي منظر، كيعطي واحد الريحه، خاص هو لابد يكون عندي في الدار، حتى هو شاركته معكم. وكيف ما قلت لكم يعني انا اليوم غنشارك معكم حتى انايا الكحل ديالنا. شفتهم دايرين به قنوات بزاف، وعطيو قنوات يعني امريكيه، قنوات يعني داشين من بزاف ديال البلدان. وقلت علاش لا حنا يعني الكحل ديالنا حنايا، وكاين في جميع الدول العربيه، يعني ماشي غادي نقول لكم يعني غير علينا حنا، يعني جميع الدول العربيه عندهم الكحل. ولكن الكحل اللي طالع دابا يا ترند الكحل المغربي بهاد المكيحله ديالو بالمرود ديالو. يعني معجبين بصراحه به، وعلاش حتى انا قلت ما نشاركوش معكم. ومن الزهر كنت يلاه خديت هاد الكحل هذا، يلاه جابته ليا جارتي، كنت وصيتها عليه خديته. كاين الكحل يعني الحار، وكاين الكحل الحلو. يعني حلو ماشي حلو بالمعنى انه حلو يعني فيه السكر، يعني حلو ما كيكونش حار على العينين. انا كناخذ الحار، كيعجبني الكحل اللي كيكون حار. علاش قلت لكم انا الكحل ولا بد خاصني ناخذه من عند شي حد اللي انايا كنثيق فيه وكنعرفه. وهذا الكحل انا جربته من عندها غزال، كنستعملو دابا انايا، يعني كناخذه دابا من عندها راجل بواحد 8 سنين، وانا كنستعمل هذا الكحل هذا ديالها غزاله. نتوما شوفوا اللون ديالو رطب 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 رطب، زوينه الكحل. وخليته لكم في هذا القواعيط بهذاك الخويط كيف ما جاني، ما خويته لا في قريعه لا في والو، بغيتكم تشوفوا معايا كيف ما هو بطبيعه الحال. ملي وصلتوا هنايا ما تنساوش ديال اللايكات، جزاكم الله خيرا، والتعليقات بطبيعه الحال، والبارطاج باش تكبر القناه صغيره بكم نتوما ان شاء الله غاديه تكبر. كيف ما قلت لكم انا شاركت معكم هذا الكحل، كيف ما يعني شفت القنوات كثارين دايرينه، وقلت انا علاش لا ما نشاركش معكم هذا الكحل ديالنا. هذه حنا كنقولوا ليها المكيحله. وكل وحده تخلي لي في التعليقات اشنو كتسميوها. هاد القرعه اللي كيدار فيها الكحل حنا كنقولوا لها المكيحله، وبطبيعه الحال داك العود حنا كنعيطوا عليه المرود. خليوا لي في تعليقاتكم كل منطقه اشنو كتسميه، باش نتعرفوا على كل منطقه عندنا هنايا اشنو كتقول ليه بطبيعه الحال. هنايا انا غنحل معكم هاد المكيحله ديالي. هذه انا شاريها من هنايا، انا كيعجبني داكشي اللي هو تقليدي، كيعجبني بزاف بزاف. وفي الصراحه اي حاجه تقليديه واي حاجه بلديه كتبقى دائما زوينه ما كديموداش. هانتوما كتشوفوا اللون ديالو، جربته معكم هنايا في ايديا، كيعطي واحد اللون زوين. كيف ما قلت لكم انا كيعجبني الكحل اللي كيكون حار على العين، ماشي كيكون داك الحار بزاف، ولكن حار كتحسي به في عينيك. وكيجي حتى اللون ديالو في العين زوين زوين زوين. يعني انا شاركت معكم في ايديا باش تشوفوا كيفاش داير. وفي الصراحه ما كاين محسن من الحاجه اللي هي كتكون بلديه وكتكون زوينه بطبيعه الحال. وهذا التقاليد ديالنا المغربيه نحتفظوا بها. هذا فيديو معكم اليوم، نتمنى من الله ينال اعجابكم، وان شاء الله غادي ينال اعجابكم. ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله في قناتي وقناتكم يوميات الياس وغيتا.